عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا بصوا يا رجاله، النهارده الفيديو بتاعنا النهارده جمعة مباركة عليكم. الفيديو بتاعنا النهارده هنعالج الحمام اللي بيركب. طبعا قلنا لكم عندنا 3 زغاليل بردة، والراجل جاي يبيع طماطم دلوقتي. ماشي يلا بينا. 3 زغاليل بردة. طبعا في زغلول منهم ركن المعلم الحمار ده، بس الزغلول ده كانش بيركن ولا ده. طبعا يسحب واحد ورا التاني. طبعا كان بيركن فين؟ في الامر ده. وبعد كده ممكن بيسحب لي الحمام كله على هناك على فكره. يعني مثلا الحمام اللي عايز بقويه ومش عارف ايه، اتفزع مني فزع، ممكن يجي راح يركن على هناك. تمام. وهنشوف النهارده ان شاء الله هنعمل معاهم ايه. طبعا انا بدات العلاج من امبارح. الفتره الاخيره لما قلت لكم على الفيديو اللي انا هبدا فيه وكده، وشوف الحمام يكون هو اتعالج ساعتها. بس انا ما بداتش والله، كان داخل كان في يومين صعبين يعني، فما عرفتش ايه اعمل حاجه فيهم. تمام. طبعا مشرفينا برضو هنا غربان، غراب قوي يعني، فاهمين؟ فمش عارف اللي جابه. بصوا اسمه يا ربي معششين هناك. طب بصوا الراجل، احنا هنقف امام الراجل ده يعني. شكل الراجل ده بقاله طويل، فيلا كمان فيديو بقى. انا حاولت اعمل، مش عارف لو لقيت اعرف اعمل ازرع. بصوا يا رجاله، دلوقتي احنا ايه معانا كده الكام زغلول، 3 زغاليل بتوعنا. خلاص. 3 زغاليل دول كانوا كويسين كل حاجه. في واحد منهم ركب مني، تمام، فسحب واحد ورا التاني، فهم الزغاليل بيقلدوا بعض. تمام. فهم عشان كده ايه، واحد ركب ورا التاني، ممكن يسحبوا لي الحمام الكبير كمان. فاحنا بقى ايه نعالجهم ازاي؟ دلوقتي انا حبست الزغاليل دي 3 ايام ورا بعض. تمام. انا حبست الزغاليل دي 3 ايام ورا بعض. لو عايز تزود زود، ما غير ما افتح عليهم. طبعا انا لسه فاتح عليهم دلوقتي. تمام. من غير ما افتح عليهم خالص. والفرد ده فتحته بالغلط، كان نص فتحه انا، فبعدله الطبق بتاعه كان مرمي جوه، فبعدله كده اللي طلع مني. فماشي يعني. دي تيرة دي انت دي داخله بتزوف يعني. فالتلات زغالين دول يا جدعان انا حبستهم 3 ايام ورا بعض. والكلفه لما تيجي تاكلهم الكلفه رجاله، انا طبعا مثلا الزغلولين لو 2 مع بعض بديهم كبشه كبيره كده، يعني بكبر لهم كبشه، بيبقى كبشه ايدي كلها. انا بقلل لهم الكلفه، وبقعد جنبهم كمان لحد ما يخلصوا الغشاءات منهم الكلفه. فانا بقلل الكلفه يعني عقابا ليهم، فاهمين؟ هما برضو الحمام بيفهم. تمام. تاني حاجه انا عندي بقى غلطه، ان انا ايه ساعات الحمام لما باكله كده، وبيبقى مثلا معادل سيبت حمام كده خلاص، ومفروض احبسه بقى. طبعا بنتحكموا في الزغلول بالكلفه بتاعته عشان نحبسه. المفروض كل ده جعان دلوقتي ماشي، وما مستنيني ياكل، وانا بقالي فتره بغير ميعاد الاكل، فده غلط. فانا هحاول اثبت ميعادي، بس والله غصب عني، عشان انا ببقى مثلا في الكليه باجي متاخر مش عارف ايه، ما ملقاش ميعاد يعني محدد. فعشان كده بنقف بنتعطل يعني في الميعاد. فالمفروض انا دلوقتي بمسك على الحمام بالكلفه بتاعهم. دلوقتي دول انا غيرتهم الباب بتاعهم. الباب بتاعهم كانوا هنا لو انت عارفين، غيرت لهم بقى هنا، وفي زغلول واحد بقى هنا، يعني 2 مع بعض هنا وواحد هنا. خلاص. طبعا الواحد هنا ده حافظ بابه، عشان لما كان تعبان كنت بعالجه في الباب ده. تمام. حافظ بابه. الاتنين اللي هنا بقى مش حافظين بابهم كويس، بس في واحد بيخش وقت الاكل وبيجي طالع تاني. فانا دلوقتي بقى لما بعوز اكلهم، في بقى مشكله عندي. يعني مثلا حطيت اكل هنا اهو، فطبعا الحمام هو بياكل بينكش في الاكاله. خلاص. بس الاكل بقى يجي واقع فين؟ يجي الاكل واقع هنا. فلما الاكل يقع هنا بقى الزغاليل بقى ايه تكسل تخش، تقعد تنقر ده كانت وشبك من هنا، ما الفرد مرضاش يخش. فدي غلطه. خلاص يا رجاله. فانا دلوقتي انا هحاول اعمل معاكم دلوقتي اي حاجه. هحاول ادور على، انا ممكن اخد دي اكسرها، الخشب ده كده اكسره واحطه هنا، اقفل علامتين في حاجه ده، بحيث ان هم ما يعدوش اصلا من، يعني كل ده كده ممكن يعدوا تحت منه وياكلوا. تمام. الصقر اللي مش عايز يحلني ده، بصوا صقر خرا. يعني جالي غرابين من هنا هما دول، بصوا حتى غرابين شافوه خافوا منه. جالي غرابين هنا، والصقر ده مش راضي يحلني. بصوا من ساعة ما عملت لكم الفيديو الأخير نزل على الحمام تاني على فكرة.
بس ساعات انا بسيب الحمام زي ما جوه كده، بطلع سيبه شويه واحط له مثلا دي مملأ له ميه دي، واخلي الحمام يقعد يستحمى. الاقي ده يجي نزل عليهم مره واحده. بس هو مش هينزل لهم دلوقتي عشان انا واقف. ما بنلاقي حاجه كده سهله، زغلول، حاجه مغفله واقفه مش واخده بالها، بيجي نازل عليها. طبعا سبحان الله، طبعا الطيور دي بتدي انذارات لبعضيها بالصوت وكده، فمثلا اللي ما بيكونش واخد باله من حاجه هم بيعرفوه يعني وكده، بس غالبا هم مبيبقاش موجودين. تمام، نخش في الموضوع. فانا دلوقتي هاخد دي وهقيس المسافه اللي هنا وهكسرها، بس يا رب العرض بتاعها اهو. بص اتفزع مني، يا رب بس العرض بتاعها يجي. العرض تقريبا هيجي، العرض هيجيب. خلاص كده دي نزلتها اهي. بص حاولت ادخلها من هنا، طبعا انا الفاية بتاع ايه دي اصلا خشبة برقع، وانا جيت لقيتها هنا اصلا ماشي، فانا حطيتها ايه مقفولة. طبعا المفروض لحد ايه، انا هاخد بقى دي هحطها لحد هناك، هاخد ديت بالمفصلة ديت، المفصلة ديت هخلعها، او ممكن مقطومة عادي وبس اخد الحتة دي خلاص، واعملها نفس الحتة هنا، واجيب مفصلة واعملها فيها، تلاقي نفس بتاع ده. انا لو عرفت اصلحها يعني صح طبعا اعمل بيها خلاص، عشان برضه ايه مشوار الاكل اللي هم بيعملوه ده. بص بقى، بص الزغلولين اسمه ايه ده، استنى كده. ماشي انا قلت ايه هجيبه من الناحية دي جنبي، بس طبعا الزغلولين من الفيديو اللي فات محدش خده اهو. بص كده عدى عليهم اسبوع اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، الزغلولين في الارض زي اهو. ممكن الحمام يعدي لنا بس صعب عليهم. بصوا دول اللي عايزهم يكلمني، زغلولين السرور. انا فتحت على الزغلولين التانيين برضه اهو، اللبلق وايه والفرد اللي هو ابن زق ده. بصوا عايز ياكل، شاف الاستكاية وعايز ياكل. بصوا بقه برضه لسه وارم، بس يعني مفيهوش حاجة يعني. دول الزغلولين للبيع للي عايزهم. نقفل الباب عشان ميطلعوش. في زغلول برضه هيبقى التاني للبيع. الزغلول ده انا ممكن ابيعه وممكن اخليه اجرب شكله، اشوف شكله هيبقى، بس هو حاليا لحد دلوقتي للبيع. هو استراري برضه ابلق مع قبل اخضر مع انتهى الحياة. كان بتاع عندي زغلول تاني، في زغلول تاني، بس الزغلول ده شكله تعبان خالص، شكله بيودع اصلا. بص ده حافظ الباب بتاعه. عايز يطلع. تعالوا نوقفه بس الفيديو عمال ما نديله طيب جرعة علاج ولا حاجة عشان نلحقه. عملت له الجرعة بتاعتنا، بس الزغالين بقى عايزين يخشوا ياكلوا. طبعا في كام واحدة واقعين برضه من بره، بس ماشي يعني، عايزين يخشوا ياكلوا مش عارفين يخشوا. تمام، والتانيين 400 جنب اهو عايزين ايه. بس انا برضه شايفه ممكن يكون في ثغرة احنا ما عرفناهاش. هتوصل اهو بس ماشي. انا كده لسه مقفلتهاش، عشان لما اقطع الحته دي واحط الحته الطريقه عليها مش هيعرفوا يعدوا من هنا، عشان ممكن يعدوا من هنا ويخشوا يكملوا حياتهم. تمام. طبعا الزغلول اللي قبله ده لسه ما بيطيرش، بس لسه عظمه ما نشفش يعني، عشان فرد ايه طويل، والزغلول ده نشف شويه انا اخوه. خلاص تعالى بقى نديله الجرعه. تعالى نجربه نحبسه الزغلولين دول. انا عامل نفسي بخش دول هيموت على الاكل، عامل نفسي بحط الاكل خصوصا، بحط الاكل خصوصا، عامل نفسي بحط الاكل ده مكانه فوق خصوصا كده. حبستهم الزغلول تمام. دول برضه لسه مش عارفين مع انهم العين بتاعتهم فوق. تمام. وفي برضه الزغلول رجاله دلوقتي وانا بصور معاكم راح ركن هناك.
هو انا ممكن بعد ما عملت ده كله الحمام يركن تاني، ممكن الحمام يركن تاني، بس انت مثلا ايه، واحد يتصلح، فاهم؟ انا صلحت واحد دلوقتي، يعني التاني الاسود ده كان بيروح يركن معاه، اتصلح هو الزغلول تمام. هو برضه هيروح يقلد اخوه تاني ويروح يقف، بس هو فاهمين ايه، مع التكرار، مع التكرار ده ان شاء الله يعني هيثبت عادي تمام. انا برضه حصلت معايا قبل كده والحمد لله الفرد ايه، يعني عرفت ايه اسيطر عليه. بص انا مستنيين اي حاجه تقع منه، يعني انا بص انا كنت مثلا باكل الحمام ده او اللي تحت ده، عامه الحمام كله، هما مثلا الحمام بينكش مش عارف ايه من خبط الترزيع، بيجي موقع الاكل، يجي بقى مثلا زي ده فرد بارد برضه ما بيحبش يخش وانا واقف، لازم يخش وانا مش موجود، يخش ياكل ويجي طالع تاني، فانا لازم ابقى واقف عشان ادخله ايه واقفل عليه تمام. يجي هو بقى يستغل ان انا واقف، يجي قاعد هنا منقر بقى ياكل الذره اللي هنا وما يخش بقى، خلاص هو كده بقى ملا بطنه مية مية، مش داخل. بص ده هيموتوا يعني. تعالى احنا نمسكوهم دول. انا برضه عايز اجيب مسقتين واكلتين برضه. طبعا النهارده الجمعه ما نزلتش سوق الجمعه، انا بقالي معاهم ما نزلتش. بص تعالى نمسكوهم بقى ايه، هو طبعا الايام بتاعته ايه، بص ده لسه تمام. تعالى بص اللي كان راكن دلوقتي اهو جه تمام. بص الزغلول ده انا ده، تعالى كده نحاول نحافظ بابه فوق 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 فوق، هو لسه غبي ايه. بص هنبين له ايه، هنجيب مسقة دلوقتي من عند حد، هنحط له المسقة هنا اهو، الكيلة قصدي. تعالى بقى الموبايل اللي احنا بنحط اكل، لسه محفظتش الباب بتاعه، انا لسه محفظتوش بقى. بص هو هيموت ياكل. بس انا هطلع له ابوه اللي علق عصا ابوه، شوف ابوه يا ابني ركز معايا يا ابني، الاكل فوق. طبعا عشان انا اللي مطلعهم بايدي، بص عشان احافظ الباب الفرد زغلوله، او بسيب الباب مفتوح او بسيب الزغاليل على بيات تمام، بس يكون الزغلول متثبت يعني عشان ما تسيبوش على بيات تطلع ما تلاقوش، يكون الزغلول متثبت، بس هو ايه مش حافظ الباب، بسيب الزغلول على بيات وهو بينزل بيحفظ مثلا الزاويه اللي هو نازل منها، الباب هو نازل منه وبيطلع تاني. احنا كده هنضطر نمسكوه احنا بايدينا يعني. انا لسه محفظتوش بابه حرفيا لسه. دول هما مش حافظين بابهم تمام، او حافظينه بس بيستعبطوا، بس هما غالبا لا مش حافظينه الاتنين دول. فالدول اصلا المفروض انا نقلت بابهم هنا اهو، فانا دلوقتي هحاول احبسهم معاكم دلوقتي ايه، شكلهم شويه كده. بس كده بس نشوف البتاع ده لو فيها اكل هما مش هياكلوا. بصوا كده قد ايه، مع اني شاطر منهم كلفة، مش شاطر قصدي قلل الكلفة. انا امبارح طلعت لهم الساعة 8، كنت جاي متأخر معرفتش ايه بقى انزل اقعد جنبهم لحد ما اخد الكلفة. ايوه اطلع بصوا السما، بس هو شافه بس مش عارف ايه يعني، عضمه لسه ماشي. طبعا اتعلم بقى احط الفرد ده عشان برضه يخش مكانه. بس انا بحاول اعمله كده عشان ابين له اللي انا حطيت له اكل، بحط له اكل جوه ده ليه بقى، عشان ما يقفلش على الباب ويقعد ياكل ويطلع تمام. ده حمام بارد عندي، ده من نوع حمام البارد. تعال يا زغلول عشان انت شكلك تعبت نفسك، تعال. هو عايز يعني يطلع مش عارف. بص لسه مش عارف حاجة لسه. تعالى خد، يعني انت طلعت هنا ومش عارف تطلع هنا ماشي. انا بحاول برضه انا مخوفوش بس اسيبه ينزل. انا عايز بص عشان برضه انا غلطان ما حفظ فاهمين ما حفظتوش الباقي. دلوقتي الحمام الكبير مثلا، فتحت الحمام الكبير اهو، هيطلع يدينا يمشيشي اهو. الفرد ده برضه بص هيطلع ايه كتير شوية. بص بس
هتلاقيهم داخلين تاني على طول على الباب بتاعهم. بس هو النهاردة هما متعودين النهاردة الجمعة اللي أنا بسيبه مفتوح، بسيب الباب مفتوح. بصوا مش هيكملوا نص دقيقة أيجي داخلين الباب، شخشخلهم بقى بالكرفوس. أنا كده جاي حابس على الفرد ده. بص بقى ايه بدخله ازاي. طبعا بقى انا بدخلهم شخشخة الكلفة دي عشان انا مش ماليش ميعاد ثابت معاهم. عارف لو انا ليا ميعاد ثابت وهم حافظين الميعاد ده اللي انا بطلع فيه اكلهم، هما تلاقيهم لوحدهم تلقائي ما يطلعوش من الباب اصلا. يعني مثلا صوت الكلفة عايزين يطلعوا بس كده. ايوه وقعت اكل بالغلط. بص مثلا اطلع اجري ايه اعمل ماكش دعوة بالظبط ده، اعمل نفسي بحط الكلفة هنا. بصوا طبعا مراته بتحدى، المفروض كده هي بتحضر اللي حصل. ومعايا طاقة الصوت دول عايز احضر مرته تحتهم، مش هينفع اخليهم بقى يحضروا عشان هما كده بقالهم مرتين بيموتوا الزغاليل، فلازم احط لهم حضان. تمام. طبعا الحمام لما بيلاقيش اكل بيروح يدور على حد حريق، ده بيعوض ده بقيمة الاكل. تمام. طبعا الزغلول ده ما بياكلش يا جدعان، شكله هيموت. هنسيب الباب مفتوح عليهم شوية. طبعا بس كده الفيديو بتاعنا دلوقتي. انا ايه هسيبهم شوية، هقعد جنبهم نص ساعة كده ولا ساعة قبل يعني صلاة الجمعة وأحبسهم كله. خلص الرجالة. طبعا الدور الجاي على التدشير الذكر ده وبعدين التيرة بتاعته. طبعا انا قطفت له ايش كله وهو بدأ يطلع يعني خلاص. هنجيب منشار دلوقتي من واحد صاحبي وهقطع ده. بس كده متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وطبعا في الزغلولين دول للبيع اللي حد عايزهم. طبعا انا عارضهم للبيع بس عشان احاول اشغل القناة تاني من الاول وجديد، عشان القناة ايه بقالنا فترة كبيرة اوي مبعناش عليها حاجة. طبعا بصوا هنا تفاصيل. بس كده متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.